الرحمن الرحيم. معانا نجوم فريق المستقبل، معانا الكابتن عمرو ومعانا الكابتن بندق. ازيك يا كابتن؟ ازيك يا كابتن بندق؟ بنقول لكم مبروك الصعود النهارده، كانت مباراه قويه وتقدمتوا في اول الماتش انما ما حررتوش هدف تاني، تعادلتوا في اخر المباراه انما في الاول في الاخر مبروك الصعود يا كابتن. عايزين نسالك كابتن عمرو، شايف البطوله ازاي؟ والله البطوله كانت ماشيه في الاول، كانت مش على المستوى المطلوب، وبعد كده بصراحه ابتدت المستوى يزيد واحده واحده. وانا شايف ليه وصلت النهارده، يعني الماتش اللي كان موجود النهارده ده افتكر المستوى زاد جدا بصراحه، يعني وصل لاعلى المستوى بصراحه يعني يعني انت شايف البطوله كان فيها سلبيات وتعالجت اثناء البطوله؟ كتير. كان من ضمن السلبيات اللي كانت موجوده بتاعت بدايه البطوله كانت الاخلاق. بعد كده الحمد لله رب العالمين الفرق كلها ابتدت تلتزم بالاخلاق وتلتزم بالادب، وابتدينا نشوف كوره. اول ما التزموا بالادب لقينا كوره. لان يا كابتن كان في قرارات صارمه من اللجنه المنظمه تجاه اي حد اساء، فكله بعد كده الجميع التزم لان خوفا من العقوبه يا كابتن، كله قال لك ان مفيش احسن افضل من الاخلاق. والله بالظبط بصراحه، يعني بصراحه الناس مؤثرين جدا جدا جدا، وعلى بتاع ده على درجه عاليه من الفهم والتعامل مع اللاعبين. رايك يا كابتن بندق في البطوله؟ هو البطوله كويسه جدا. انا معلش ما لحقتش اول البطوله اللي كان معانا بتكلم انا لسه كنت هقول لك، لكن انا شايف ان الحمد لله النهارده الماتش بتاع النهارده ده يعني خلي البطوله، انا بتهيألي ان كده البطوله عاليه جدا. ماتش نص ساعه اللعيبه ما وقفتش، حكم ممتاز ما شاء الله. التنظيم انا شايف تنظيم كويس جدا، وكل حاجه كويسه ما شاء الله، والناس كويسه والناس مقدمه، والفرقه اللي احنا بنلعبها فرقه يعني انا شايف من احسن الفرق اللي في البطوله، واحنا ان احنا نتعادل معاهم ونكون كسبانين وهم يتعادلوا معانا في نفس الوقت ده شيء كويس جدا الحمد لله. واحنا يعني في حاجه ان احنا ما عندناش بديل، يعني احنا في ناس ايدت شروط البطوله برضه احنا يعني بنناشد يعني الموضوع ده، يعني احنا دلوقتي في لعيبه مثلا 6 لعيبه قاعدين ما بينفعش، احنا لازم هنلعب ازاي؟ طب احنا 4 لعيبه بس، احنا بنناشد بس ان انتوا تشوفوا لنا الموضوع ده بس. ده كان نظام في الاول وبحيث ان انت تأيد 10 لعيبه. انا فاهم الكلام ده، بس في يعني او ما كملتش، بس انت برضه وصلت، وبعدين انت كنت متأيد وما جيتش، وبعد كده جيت اضفت للفريق يعني وحش من وحوش فريق المستقبل ما شاء الله كلهم، يعني زي ما انتم شايفين كده حاجه طويله جدا يعني. بتاعنا كله معدي 30، احنا كلنا مثلا برضه 38 32 34، فبالنسبه للناس فوق ال 30 الناس تلعب مع ناس عندها 18 20. فبصراحه يعني كتر خير الناس دي. والله يا كابتن اشكر كمان انتوا جدا، اللي هو بصراحه يعني هو مجمع الناس، وحتى هو مصاب وبيجمع هنا وبيجمع هنا وبيجمع هنا، فبصراحه جزاه الله خير. الكابتن محمود عبد السلام بصراحه من الناس الاخلاق جدا، وكل فرقته فعلا ناس يعني الاصابه اللي حصلت هو النهارده ما لعبش. احنا بنحب الكابتن محمود يلعب، بنحب نشوفه بس اللي قادر يسد، وانتم ما شاء الله نجوم يعني وما قصرتوش. ربنا يخليك يا كابتن، ربنا يخليك. احنا بنشكركم يا كابتن. شكرا ليك.